صلى على النبي. تخيل تخسر اغلى شخص في حياتك والشرطة تقولك استنى، لكن انت تقرر انك هتجيب حقه بنفسك مهما كان التمن. بيبدأ الفيلم براجل اسمه كوان، واللي بيكون مستني بنته في عربيته وهي خارجة من المدرسة، وبياخدها وبيروحوا سوا علشان يشتروا فستان لحفلة تخرج فان. وبيكون كوان مبسوط وفرحان ان بنته خلصت تعليمها وهتتخرج، اما بنته فبتكون مستعجلة وعايزة تروح محل الفساتين بسرعة، لدرجة ان هما اول ما بيوصلوا ما بتستناش ابوها لحد ما يركن، وبتنزل بسرعة من العربية علشان تلحق تحجز الفستان. ووقتها بتخبط في واحد وهو بيركن بالموتوسيكل بتاعه قدام محل الفساتين، وبتقع المفاتيح من الشخص ده، فبيوطي ياخدها وبيختفي من المكان. وساعتها كوان بيطمن انه بنته دخلت المحل وبيتحرك علشان يركن عربيته، ولكن قبل ما كوان يركن العربية بيلاقي واحد جاي بسرعة علشان يركن بداله وبيخبطوا في بعض. فبينزل كوان من عربيته علشان يتكلم مع صاحب العربية، ولكن فجأة بتنفجر قنبلة بتكون موجودة على الموتوسيكل اللي قدام محل الفساتين، وساعتها بيتدمر المحل وكل الأماكن اللي جنبه بالكامل. وبيكون ضحايا الانفجار عددهم كتير، وبيتصاب كوان بسبب قوة الانفجار، ولكنه بيقوم بسرعة وبيجري على المحل علشان يطمن على بنته. وبنروح لصحفي اسمه ايان، وبيجيله مكالمة من شخص مجهول بيقوله ان جماعة الجيش الجمهوري الايرلندي فجروا قنبلة في البنك البريطاني الدولي، وده بسبب دعم المؤسسات المالية البريطانية لاحتلال بريطانيا لايرلندا الشمالية. وعلشان يثبت له صحة كلامه بيقوله على الشفرة السرية واللي بيستخدموها أعضاء الجماعة، وبيعرفوا كمان إن الانفجارات دي هتفضل مستمرة لحد ما يتم تحرير ايرلندا الشمالية. وبينهي المكالمة، فبيجري ايام بسرعة وبيبلغ رئيس التحرير، واللي بيقول له ان كده عملية السلام بين بريطانيا وايرلندا رجعت للصفر تاني. وبيطلب رئيس التحرير من الصحفيين ان هم يتحروا عن الاشخاص اللي نفذوا العملية ويعرفوا هم مين. وبعدها بيروح ايان على مكان التفجير علشان يصور الحادثة، ولكن بيتأثر لما بيشوف كوان اللي بيكون قاعد وسط الحطام وبيكون حاضن جثة بنته ورافض ان هو يسيبها. وبيظهر ان كوان منهار ومصدوم لانه مش قادر يستوعب فكرة ان بنته الوحيدة ماتت. وفي الوقت ده بنشوف الشخص اللي قام بالتفجير وهو رايح لبيت بيكون فيه 2 من زمايله، واول ما بيدخل بيسألهم كم واحد مات في التفجير، فبيعرفوه ان الاخبار بتقول ان في 12 واحد ماتوا و36 مصاب. وبيتفقوا بعدها ان هم لازم يستنوا في البيت ده وما يخرجوش منه، لان الشرطة اكيد بتدور على اي ايرلندي مشتبه فيه علشان يقبضوا عليه. وفي الوقت ده في ايرلندا الشمالية بنشوف واحد اسمه ليام، والليام ده بيكون ماسك منصب نائب الوزير في حكومة ايرلندا، وبيكون ليام مع عشيقته اللي اسمها ماجي في الفندق. وبيتفاجئ ليام برسائل كتير بتعرفه بالتفجير، وفي نفس الوقت بتتصل بيه مراته ماري علشان تطمن عليه لانه مرجعش البيت من الليلة اللي فاتت. فبيكذب عليها ليام وبيقول لها ان هو كان مشغول واضطر يبات في المكتب، وتاني يوم ما قدرش يرجع البيت لان في اجتماعات مستمرة بسبب الانفجار اللي حصل. وفي انجلترا بتوصل الشرطة لبيت كوان، واللي وقتها بيكون واقف في أوضة بنته وهو حزين وقلبه مكسور. وبيفضل كوان يبص لصورة بنته وكل حاجتها بحزن شديد. وبيدخل عليه محققين الشرطة علشان يسلموه حاجة بنته اللي لقوها وسط الحطام، فبيسألهم كوان لو هيقدروا يقبضوا على المجرمين اللي قاموا بالتفجير، فبيتأكد للمحققة ان ده هيحصل واكيد هياخدوا جزائهم. وبنرجع لأيرلندا، وبتيجي مكالمة لليام من رئيسة وزراء بريطانيا اللي اسمها كاتي، وبتتكلم كاتي مع ليام عن حادثة التفجير بصفته ايرلندي، وبتطلب منه يعرف مين هو اللي ورا العمل الارهابي ده. فبيقول لها ليام ان هو هيتكلم مع كل احزاب المعارضة، وبيفكرها بالقائمة اللي فيها 40 شخص ايرلندي محبوس ومن ضمنهم ابن عمه هو شخصيا. وبيقول لها ليام ان هي لو قدرت تجيب لهم عفو ملكي فده هيكون مبادرة كويسة، لان هو محتاج ورقة تفاوض علشان احزاب المعارضة يعرفوه مين المسؤول عن التفجير. ولكن كاتي بتقوله ان ال40 ايرلندي متورطين في جرائم قتل ومش من السهل العفو عنهم، وخصوصا في الوقت الحالي، لكنها بتوعده ان هي هتفكر في الموضوع ده. وبعدها بيجتمع ليام برؤساء احزاب المعارضة، وبيكون ليام عاوز يعرف الجماعة اللي نفذت التفجير بتنتمي لاي حزب فيهم، وبيقول لهم ان اللي عملوا كده متطرفين، وبيهددوا معاهدة السلام مع بريطانيا. وبيكون ليام عارف ان منفذين التفجير على اتصال بحد من رؤساء احزاب المعارضة، وبيكون عارف ان محدش فيهم هيجاوب على سؤاله بطريقة مباشرة. فبيقول لهم ان السلطات البريطانية قدرت تحدد مادة التفجير، واتضح ان المادة دي تبقى من ضمن المواد اللي موجودة عندهم في مخازن السلاح. علشان كده بيطلب ليام جرد كامل لكل مخازن الأسلحة
اللي بيمتلكها كل حزب، لانهم اكيد هيلاقوا القنابل اللي تم استخدامها في التفجير ناقصة من مخزن حد فيهم. وبنروح لوحدة مكافحة الإرهاب في لندن، ووقتها بيكون المحقق ريتشارد بيحاول مع زميلته إن هم يوصلوا لهوية المفجر، لكنهم بيكتشفوا إن هو سارق الموتوسيكل اللي كان راكبه، ده غير إن مفيش أي حاجة في تسجيلات الكاميرات بتدل على شكله. وساعتها بتيجي مكالمة ريتشارد، وبيعرف إن كوان طالب يشوفه، وبيعرف كمان إن بقاله 5 أيام بيجي كل يوم وبيفضل مستنيه. فبيخرج ريتشارد لكوان علشان يقابله، وساعتها كوان بيسأله لو وصلوا للمجرمين او الجماعة اللي هم يشتغلوا لحسابها، فبيقول له ريتشارد ان هم لسه ما وصلوش لحاجة وان الموضوع هياخد شوية وقت. فبيديله كوان 20,000 جنيه استرليني، وبيقول له ان الفلوس دي هي كل اللي هو يملكها حاليا، وبيعرفهم ان هو عاوز يحطهم مكافأة للي يبلغ عن اسم حد من المجرمين. فبيفهموا ريتشارد انهم ما بيشتغلوش بالطريقة دي، وان هو لازم يصبر شوية لان الموضوع هياخد وقت. فبيقول له كوان ان بنته اللي ماتت كانت هي كل عيلته، ومن بعد موتها هو ما بقاش ليه اي حد، لان بناته الاتنين اتخطفوا اثناء هجرته من بلده لبريطانيا، ومراته توفت وهي بتولد بنته اللي ماتت في التفجير. فبيتعاطف معاه ريتشارد، ولكنه بيطلب منه ما يجيش تاني، وبيوعده ان هو بمجرد ما يوصل لاي معلومة هيبلغه بها فورا. وبيعدي 3 أسابيع والتحقيقات مستمرة، ولكن مفيش اي اخبار عن القبض على المجرمين. ولكن كوان بيشوف ليام في لقاء تلفزيوني، والمذيع بيسأله عن جماعة الجيش الايرلندي اللي نفذوا التفجير، خصوصا وان هو كان واحد من جماعة الجيش الايرلندي ده زمان. فبيدافع ليان عن جماعة الجيش الايرلندي، وبيقول للمذيع ان اللي نفذوا التفجير مش منهم، وبيأكد ليام على احترام الجيش الايرلندي لمعاهدة السلام. فبيتصل كوان بليام وبيسأله عن الناس اللي قتلوا بنته، ولكن ليام بينكر ان هو يعرف اي حد فيهم. فبيقول لكوان ان هو بيكذب علشان هو متأكد ان هو يقدر يعرف مين اللي نفذ التفجير ده، وده لانه كان عضو سابق في جماعة الجيش الايرلندي. وبيطلب منه يديله اسم اي حد يقدر يعرف منه مين هم المجرمين دول. فبيقول له اليام ان هو انفصل عن الجماعة دي تماما، وما بقاش في اي تواصل بينهم، وبينهي المكالمة. فبعدها كوان بياخد عربيته وبيروح يشتري معدات كتير، وبيلزق يافط على عربيته علشان يبان ان هو شغال في تنسيق الحدائق، وبيظهر ان كوان ناوي ينتقم لبنته بنفسه. وبعدها بيتحرك على ايرلندا الشمالية، وبيروح يأجر غرفة في فندق بسيط، وبعدها بيروح مكتب ليام علشان يقابله. ولكن افراد الامن بيبصوا له بنظرات كلها شك، خصوصا وانه بيكون شايل في ايده شنطة بلاستيك، ولكن لما بيفتشوها بيكتشفوا ان فيها طلبات عادية من السوبر ماركت. ولكن افراد الامن بيمسكوه علشان يطردوه بره، لكن ليام بيخرج من مكتبه على صوتهم وبيوافق يقابله. ووقتها ليام بيقول لكوان ان هو متفهم غضبه بسبب موت بنته، ولكن بيعرفه ان مفيش في ايده حاجة يقدر يساعده بيها. فبيرد عليه كوان بكل هدوء، وبيقول له ان هو هيغير رأيه قريب جدا، وبيسيبه وبيمشي. ولما بيخرج كوان من المكتب بياخد حاجته وبيروح على الحمام، وهناك بيطلع الحاجة اللي معاه، واللي بيكون واضح ان هي مواد معينة لما بتختلط ببعض بتعمل انفجار. وبيعلق كوان الازاز اللي فيها المواد دي بطريقة معينة، وبيثبت عليها سيجارة بعد ما بيولعها وبيخرج من المبنى. وبعد لحظات السيجارة بتوصل للحبل والأزاز بتقع على الأرض، وبيحصل انفجار شديد في المبنى. وبعد الانفجار بيتصل كوان بليام اللي بيكون في قمة غضبه، ولكن كوان بيتجاهل كل ده، وبيسأله عن أسماء المجرمين. فبيقول له ليام إن هو مش هيسيبه، هيقبض عليه. لكنه بيتفاجئ إن كوان أنهى المكالمة، فبيؤمر ليام رجالته إن هم يدوروا على كوان ويقبضوا عليه فورا. وبعدها بيتصل ليام بابن أخوه اللي اسمه شون اللي في أمريكا، وبيطلب منه يرجع علشان يساعده في التخلص من كوان. ووقتها رجالة ليام بيكتشفوا ان في سلك متوصل بخزان بنزين عربية ليام، فبيترعبوا وبيفتكروها قنبلة، لكنهم بيكتشفوا ان هي خدعة. وبيلاقوا ورقة من كوان مكتوب فيها كلمة الاسماء، فبيرجع واحد منهم عند ليام وبيعرفه باللي حصل. وبيفهم ليام ان كوان مصمم ان هو يوصل لاسم اي حد من منفذين التفجير. وبعدها بيقدر رجالة ليام ان هم يوصلوا للفندق اللي كوان نازل فيه، ولكن كوان بيحس بيهم وهم طالعين على السلم، فبيقفل باب الأوضة بالقفل، وبيحط كرسي ورا الباب، وبيروح علشان ينط من الشباك ويهرب. لكنه بيكتشف ان رجالة ليام حاصرين المكان بالكامل، فبيهرب من شباك صغير للسطح. ولكن رجالة ليام بيكونوا كسروا الباب وبيهجموا عليه، فبيقاومهم كوان بقوة وبيدافع عن نفسه، وبيقدر ان هو يضربهم كلهم لحد ما بيتغلب عليهم وبيهرب منهم.
ولما بيرجعوا عند ليام بيعنفهم لانهم ما قدروش يقبضوا على راجل عجوز، فبيعرفوه ان هو بيمتلك مهارات قتالية عالية. وساعتها بيوصل شون وبياخدوا ليام على المكتب علشان يتكلموا لوحدهم، وبيطلب ليام من شون ان هو يسافر للندن علشان يتكلم مع المحقق ريتشارد ويأكد عليه ان اسمه ما يجيش في التحقيقات. وتاني يوم بيروح ليام يقابل عشيقته ماجي في المطعم، لكنه بينصدم لما بتجيله رسالة فيها صورته مع ماجي لما كان بيبوسها من شوية، وبيكون مع الصورة رسالة مكتوب فيها جملة عايز الأسماء. فبيفهم ليان ان كوان بيراقبه وهو اللي صوره وبعت له الرسالة دي. وفي الوقت ده في لندن شون بيقابل ريتشارد وبيبلغه برسالة ليام، وبيقول له ان جماعة الجيش الايرلندي ملهاش علاقة بالتفجير اللي حصل، وان اللي عمل كده حد من احزاب المعارضة، ولكن ليام لسه ما يعرفوش. لكن ليام عمل خطة علشان يقدر يعرفه، والخطة ان هو هيغير الشفرة اللي بيتواصل بيها مع افراد احزاب المعارضة، وهيتم توزيع شفرة لكل حزب مختلف عن التاني. ولو حصل اي هجوم مرة تانية والمنفذين اعلنوا عن الشفرة، ساعتها هيعرف ليام الحزب المسؤول عن الهجوم. فبيوافق ريتشارد على كلام شون، ولكن بشرط ان بمجرد ما ليام يعرف مين المتورط يبلغه شخصيا علشان هو اللي هيقبض عليه بنفسه. فبيوافق شون على شرط ريتشارد وبيرجع علشان يبلغ ليام باللي حصل. وبيكون ليام نقل لبيته اللي في المزرعة بتاعته علشان يكون في امان اكتر من بيته اللي في المدينة، لانه خايف ان كوان يوصل له ويأذيه. ولكن بيتضح ان كوان بيكون مراقب كل تحركات ليام، وبيروح وراه على المزرعة وبيخبي عربيته في الغابة القريبة منها، وبيغطي العربية بفروع الشجر وبيمحي اي اثار للاطارات بتاعة العربية. وبالليل بيتسلل كوان للمزرعة وبيدخل جوه مخزن فاضي وبيزرع قنبلة، ولكن واحد من الحراس بيحس بوجوده وبيدخل يدور عليه، فبيهجم كوان عليه وبيفقد الوعي. فبيجي حارس تاني وبيتفاجئ لما بيلاقي زميله واقع على الارض، ولكن فجأة بيهجم عليه كوان وبيفقد الوعي هو كمان. وبعدها بيكتفهم وبيحبسهم في مكان بعيد عن المخزن. وبعد شوية وقت بتنفجر القنبلة اللي في المخزن، وبيخرج ليام وهو مرعوب من بيته. فبيتجمعوا كل رجالته علشان يسيطروا على الحريق. ووقتها بيطلب ليام من كيم المساعد بتاعه ان هو يستدعي حراس اكتر، لان هو استهان بقوة الراجل العجوز وده غلط. ولكن تاني يوم بيسمع ليام ورجالته صوت انفجار تاني، فبيجروا على مكان الانفجار وبيلاقوا عربية مقلوبة بسبب انفجار قنبلة كانت مدفونة تحتها. وبيعرف ليام من كيم ان القنبلة تم تفجيرها بجهاز عن بعد، وده معناه ان كوان مستخبي في الغابة اللي جنب المزرعة. فبيتحركوا بعربياتهم بسرعة علشان يدوروا عليه، ولكن كوان بيكون عمل لهم فخاخ في كل مكان وبيبدأ يتخلص منهم واحد ورا التاني. ولكن كيم بيشوفه وهو بيهرب فبيضرب عليه نار وبيقدر يسيبه في كتفه، ولكن كوان بيكمل هروبه وبيقدر يستخبى ورا شجرة بعيدة عن المكان. فبيرجع كيم وبيبلغ ليام ان هما محتاجين شخص يكون بارع في تعقب الاثر. فبيقول له ليام ان شون ابن اخوه هيقدر يعمل كده، ولكن اللي ما يعرفوش ليام ان شون بيخونه مع مراته ماري. وبتيجي لشون مكالمة من ليام وبيقول له ان هو محتاج مساعدته في القبض على كوان. ولما بيعرف شون باللي حصل بيقول له ان الشخص ده مدرب على اعلى مستوى، وبيعرفه ان هو هيكون عنده تاني يوم. وفي الوقت ده بنشوف كوان في الغابة وهو بيعالج كتفه، وبيتألم كوان وهو بيكوي جرحه بالنار لدرجة انه بيغمى عليه، وبيفتكر ساعتها ازاي فقد بنته، وده بعد ما القراصنة خطفوهم اثناء ما هجموا على مركب الهجرة الغير شرعية. اما ليام فبيحاول يعرف اي معلومات عن كوان، وبيتفاجئ لما بيكتشف ان كوان ليه ملف من ضمن الملفات العسكرية السرية. وبيعرف ليام ان كوان يبقى من جنود القوات الخاصة في الجيش، وكان معروف ان هو من اشرس المقاتلين. وبعدها بيجي واحد من رؤساء احزاب المعارضة اسمه مارك وبيزور ليام في بيته، وبيكون ليام عارف ان الجرد اللي حصل في مخازن الاسلحة اثبت ان المتفجرات كانت من عند مارك. والمفاجأة هنا ان ليام كان عارف بان الاحزاب هيقوموا بالتفجيرات وكان موافق عليها كمان، ولكنه بيزعق لمارك لان اتفاقهم كان على تفجير المنشآت المالية، وده بدون وقوع اي ضحايا من البشر. فبيقول له مارك ان هو ما يعرفش مين اللي نفذ الهجوم ده ولا ازاي اصلا سرقوا المتفجرات من المخازن، وبيطلب من ليام ان هو يداري على الموضوع والا العواقب هتكون كبيرة. وبيعرفه ان هو هيروح يقعد في مزرعته لحد ما يفكر ويرد عليه. وبالليل بيدخل ليام مكتبه وبيتفاجئ لما بيلاقي كوان بيظهر من وراه وبيقول له ان هو لابس حزام ناسف، وبيطلب منه يقول له على اسماء المجرمين اللي نفذوا التفجير. فبيعترف له ليام بان هو عمل خطة وغير شفرة التواصل بين احزاب المعارضة، وبعد ما هيحصل اي تفجير هيعرف مين المسؤول عن التفجيرات اللي بتحصل. فبيقول له كوان ان هو قدامه يوم واحد بس وهيرجع له تاني. وتاني يوم بيكون ريتشارد بيواصل تحقيقاته مع زميلته، وبيكونوا وصلوا لصورة بتبان فيها ايد الشخص اللي قام بالتفجير.
ووقتها بيلاقوا علامة مميزة على ايده، وبيعرف ريتشارد من زميلته ان هو مش هيعدي وقت كبير وهيوصلوا لهوية الشخص ده. وبعدها بنلاقي ماجي عشيقة ليان نازلة من أتوبيس في لندن، وبتروح تركب مع شخص أيرلندي من اللي بينفذوا التفجير، وبنعرف هنا إن ماجي بتشتغل معاهم، ده غير إن هي اللي زرعت قنبلة جوه الأتوبيس اللي بينفجر بعد ما بيتحرك بلحظات. وفي نفس الوقت بيتصل ريتشارد بليام وبيقول له إن اللي فجروا الأتوبيس ما أعلنوش عن أي شفرة زي المرة اللي فاتت، وبيكون ريتشارد شاكك إن ليام بيخدعه، فبيقول له ليام إن كده في حد بلغ المتمردين بموضوع الشفرة، وبيقول له ان محدش غيره هو وشون ابن اخوه اللي يعرفوا الموضوع ده. فبيطلب منه ريتشارد ان هو يبلغه باسامي المتمردين دول في اسرع وقت، والا هيلاقي منه ردة فعل مش هتعجبه. وبعد ما بينهي ليام المكالمة بيلاقي كاتب تتصل بيه وبتقول له ان مجلس الوزراء اجتمع واصدروا قرار بنشر القوات في شوارع ايرلندا الشمالية في خلال 48 ساعة، والا لو هو قدر يسلمهم المتورطين في التفجيرات. فبيقول لها ليام ان هو ما يضمنش ان هو يلاقيهم في المدة دي، ده غير ان نشر القوات هيخلي شعب ايرلندا الشمالية يعمل مظاهرات، وبكده هم هيعملوا اللي المتمردين عاوزينه بالظبط. فبتقول له كات ان الموضوع خلاص خرج من ايديها، وبتنهي المكالمة. وبعدها بيدخل عليه واحد من رجالته وبيقول له ان اليوم اللي فات شاف شون وهو بيدخل بيته، وقعد مع ماري ساعتين لوحدهم، وبعدها ماري خرجت من البيت وراحت قابلت مارك زعيم حزب المعارضة. فهنا ليام بيفهم ان ماري مش بتخونه بس مع شون، ولكن هي كمان ليها علاقة بمارك، واكيد لها يد في التفجيرات اللي بتحصل. وبنروح لريتشارد اللي بيكون وصل لهوية الشخص اللي فجر البنك، وبنعرف ان اسمه باتريك، وبيشوف ريتشارد فيديو لباتريك، وبيكون بيقابل مارك رئيس حزب المعارضة في الحانة. فبيتصل ريتشارد بليام وبيبلغه بالمعلومات دي، وكمان بيبلغه ان هو حاليا متراقب لانه هيتقبض عليه، وده لانه صديق لمارك رئيس الحزب المسؤول عن التفجيرات اللي حصلت. وبيعرفه ان هو شايف عربية مارك وهي بتقرب من المزرعة، وبيطلب ريتشارد من ليام ان هو يخلي مارك يعترف باسماء واماكن منفذين التفجيرات، وساعتها هيعتبره مساعد ليه ومش هيجيب سيرة في التحقيقات. وبعد انتهاء المكالمة بيروح ليام يستقبل مارك، واول ما بيشوفه بيهجم عليه وبيهدده بالقتل، وبيجبره ان هو يعترف باسماء اللي نفذوا التفجيرات والمكان اللي هم مستخبين فيه. وبينصدم ليام لما بيلاقي اسم ماجي من ضمن منفذين التفجيرات، وبيفهم وقتها ان مارك كان مخليها تقرب منه علشان تبلغهم بكل حاجة عنه. فبيقرر ليام ان هو يقتل مارك علشان ما يعترفش عليه. وبعدها بيبلغ ريتشارد باسماء منفذين التفجيرات وعنوان سكنهم في لندن، وبيتصل كمان بشون اللي وقتها بيكون بيطارد كوان في الغابة، وبيقول له ان هو هيبعت له اسماء اللي قتلوا بنت كوان علشان لو كوان هزمه يسلموا القائمة دي ويحافظ على حياته. وفعلا ما بيقدرش شون يهزم كوان لان كوان بيكون اقوى منه وبيقدر يسيطر عليه، وبيكون كوان قادر يقتل شون ولكنه ما بيعملش كده، وبيكتفي بانه بيربطه وبيقعد قدامه وبيسأله عن اسماء منفذين التفجيرات. وبيتفاجئ كوان لما بيعرف ان شون معاه اسمائهم وكمان عنوان الشقة اللي هم ساكنين فيها، فساعتها بيفكه وبيسمح له يمشي. واول ما بيرجع شون عند ليام بيلاقي ليام بيقول له ان هو كان مراقب ماري وعارف كل اللي حصل بينهم، وبيسأله لو ماري عرفت منه موضوع الشفرة. فبيعترف له شون بانه هو حكي لها على كل حاجة، وده لما عرف منها ان هي بتكره ليام بسبب ان هو تخاذل في انه ينتقم لاخوها اللي اتقتل على ايد شرطة انجلترا. فبيقول له ليام ان ماري استغلته علشان تعرف منه معلومات مش اكتر، لان هي راحت بلغت مارك بموضوع تغيير الشفرة علشان ما يعلنوش عن الشفرة بعد التفجير ويتقبض عليهم. وبيكون ليام متضايق جدا من شون وبيقول له ان هو عاوزه في مهمة اخيرة، وبعدها مش عاوز يشوف وشه تاني. وتاني يوم بتكون الشرطة محاصرة مكان سكن منفذين التفجيرات بقيادة ريتشارد، وبيكونوا منتظرين الأمر بالهجوم. وساعتها بيظهر كوان وهو منتحل شخصية هوية موظف شركة الغاز، وبيخلي صاحبة المبنى توصله لشقة منفذين التفجيرات، وده بعد ما فهمها إن هو عاوز يتأكد من عدم وجود تسريب في الغاز. وأول ما بيدخل كوان الشقة بيقابله باتريك هو وزمايله، وقبل ما كوان يتحرك أي حركة بيفتش باتريك وزمايله وشنطة المعدات اللي معاه، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا سلاح جوه الشنطة فبيكونوا عاوزين يقتلوه، ولكن كوان بيقتلهم بمهارة وقوة وبيقدر يخلص عليهم كلهم. وفي نفس اللحظة بتقتحم قوات الشرطة الشقة، فبيختفي كوان من المكان بسرعة من غير ما حد يشوفه. وساعتها بنعرف ان قوات الشرطة عندهم معلومات من اليام بان في قنبلة تالتة هتنفجر، فبيعذبوا ماجي لحد ما بتعترف ان القنبلة موجودة في لابتوب صحفي اسمه ايان، وبتقول لهم ان هي اتعرفت عليه وزرعت القنبلة في اللابتوب من غير ما هو يعرف.
ولكن الصدمة ان نيان في الوقت ده بيكون مسافر لروما، وبتكون موجودة على الطيارة اللي هو مسافر عليها رئيسة وزراء بريطانيا. ولكن قوات الشرطة بتوصل لإيان قبل ما يركب الطيارة بلحظات، وبياخدوا اللابتوب بتاعه وبيفجروه في مكان بعيد عن الطيارة، وبعدها أفراد الشرطة بيقتلوا ماجي وبيخلصوا عليها. وبنروح لشون وبنعرف إن ليام كلفه بقتل مراته ماري، وده علشان يخفي أي دليل على تورطه مع أحزاب المعارضة. وفي الوقت نفسه بيكون كوان بيتسلل لبيت ليام وبيقول له إن الست اللي كانت معاه في الكافيه تبقى من المجرمين اللي هو شافهم في الشقة، وده معناه إن هو ليه يد في التفجيرات اللي حصلت. فبيحلف له ليام وبيقول له إن هو ما كانش يعرف إن في حد هيتأذي، ولكن كوان بيتجاهل كلامه وبيجبره ينشر صورته مع ماجي على الإنترنت. فبيقول له كوان ساعتها إن العالم كله هيعرف إن هو إرهابي، وبعدها بيسيبه كوان وبيرجع لحياته بعد ما بيكون انتقم لبنته، وبتستقبله مساعدته بدموعها بسبب خوفها وقلقها عليه وبتحضنه. وبكده يكون ملخصنا خلص. لايك للفيديو لو عجبك، وصلي على النبي في الكومنتات، واشترك معانا في قناة ملخصات فلامانكو علشان تصلي معانا على النبي وتشوف كل ملخصاتنا الجديدة. وما تنساش تتابع صفحتنا على الفيسبوك والانستا والتيك توك، وصلي على النبي.